هيدي وصفة كبة العدس مع البرغل، بحط لها بقدونس ونعناع خضرا وبصل أخضر، بتحطوها بالصحن بتكون جاهزة. فيكن تعملوها لقم صغيرة، وبتقدروا هيدي اللقم تحطوها تحت منها ورقة خس، وبتتقدم مع عصرة ليمون أو زيت زيتون، ما في أطيب منها. وبتقدروا تفردوها بالصحن بهيدي الطريقة وتحطوا معها زيت زيتون، وتزينوها بالجوز والبقدونس ونعناع خضرا مفرومة مع شرايح من الفجل بصل أخضر، ما في أطيب منها. كتير طيبة، بتتاكل هيك لوحدها أو تغميس بالخبز مع سلطة بلدية، ما في أطيب من هيك. بالنسبة للعدس الكمية على ذوقكم. جهزنا شي تقريبا كباية عدس، وبنسلقهم بعد ما نغسلهم ونصفيهم بمي، بس ما تزودوا مي على العدس. ما بدنا كل كمية العدس تروح لما تستوي بالمي ويكون فيها نسبة سوائل كبيرة، فخلوا نسبة المي عليهم يدوب ترتفع ربع أصبع عن وش العدس. إذا نقص منزيد. البرغل استخدمت برغل أسمر ناعم، برغل التبولة اللبناني. تقدروا تحطوا برغل أصفر مثل ما بدكم، بس نحنا بنحبها بالبرغل الأسمر الناعم اللبناني. غسلت تقريبا شي 3/4 الكباية، وصفيتهم كتير كويس من المي وحطيتهم عندي بصينية. هلأ هيدا العدس شايفين ما كترت عليه مي، بنحطهم فوق البرغل بهيدي الطريقة. بنحط العدس اللي استوى عنا على الآخر وداب تماما، يعني ما تخلوا العدس يكون مش مستوي، بده يكون مستوي دايب كتير كويس. بنحطهم فوق البرغل. البرغل بس غسلته وصفيته، ما نقعته بالمي أبدا، لأنه هلا البرغل رح يتنقع بمية العدس ومع العدس المستوي. وبتركن على جنب شي نص ساعة لحتى لي عنا حبات البرغل تتفتح وتستوي كتير كويس. جهزت بصل، استخدمت هيدا اللي قشرته بالنية، طعمته أطيب لهيك وصفة. افضل ما تحطوا البصل يلي قشرته حمرا. طبعا حطيت كمية من البصل شي حبتين بزيت زيتون على النار وقلبتن. بس استوت عند البصل وش قرات، حطيت عليها معلقة طعام مليانة من دبس الفليفلة. بدكن اياها حلوة او حرة على ذوقكن. انا حطيت دبس فليفلة حلوة وقلبتها مع البصلة كتير كويس. بس استوت عنا البصلة بنقلب دبس الفليفلة شي دقيقتين مع البصل، وبطفي تحت التقلية لنتأكد انه الدبس اختلط وداب مع البصل كتير منيح. هلأ بحط تقلية البصل ودبس الفليفلة على العدس والبرغل. شايفين البرغل كيف خلاص استوى عندي كتير كويس من على العدس. بنضيف عليهم البصل ودبس الفليفلة وزيت الزيتون، ومنقلبهم كلهم سوا. اهم شي تتأكدوا انه دبس الفليفلة عنا منه مكتل على بعضه. بنحطهم على العدس والبرغل ومنقلبهم، ومنخليهم كمان شي 10 دقايق ربع ساعة ليبردوا. تخلطوا العدس والبرغل مع تقلية البصل ودبس الفليفلة وتركتهم لبردوا كتير كويس، وصاروا عندي جاهزين. هلأ منحط عليهم هيدا على ذوقكم انتو اذا بدكن، بس نتأكد انه دعكناهم كتير منيح مع بعض. والبرغل عندي صار طري. معلقة صغيرة من الكمون ومعلقة ملح، طبعا الملح لازم تدقوه. ضفت عليهم بصل اخضر، ما حطيت فلفل اسود، وكمية من البقدونس وكمية من النعنع الخضراء، ودعكتهم كلهم سوا مع بعض بهيدي الطريقة، وصارت عندي جاهزة. هلأ بتفردوها بالصحن على ذوقكم. بدكم تعملوها لقم صغيرة مثل ما بدكم. انا حطيتهم بالصحن، بالنص حطيت زيت زيتون، وعملت لقم صغيرة على جنب الصحن كبة العدس، وحطيت عليهم نعنعة خضراء وبقدونس وجوز. كتير طيب الجوز معهم. افرموا جوز على السكينة وحطوه على وش صحن كبة العدس. وعلى جنبهم تقدروا تقدموا اي طبق مرافق. انا عملت سلطة بلدية بندورة وبصل، خس مفروم ناعم، بصل اخضر، بقدونس ونعنعة. كتير سهلة ومكوناتها بكل مطبخ وبكل بلد. هيدي بنقلها احنا سلطة خضرة بلدية، بس بنفرمها مربعات صغيرة، وطبعا فيها خيار، وفيكن تحطوا لها فلفل اخضر حلو وفلفل اخضر حار. اهم شي يتفرموا مربعات صغيرة. معلقة طعام من النعنعة اليابسة، معلقة طعام من السماق. فيكن تحطوا عليها توم مهروس كتير طيب، زيت زيتون، كترولة شوي عصير ليمون وزيت زيتون بلدي، هيدا اللي بيميزها. واللي بحب يضيف له شوية توم مهروس بيقدر. وخلطتهم سوا وحطيتهم على جنب كبة العدس، طبعا مع الملح أكيد ما بننسى. وبتتقدم
يعني وصفات بلدية وسهلة وبسيطة، مكوناتهم بكل مطبخ وبكل بلد، مفيدين جدا هيدول للناس اللي بحبوا الأطباق النباتية. العدس كتير مفيد وبالشتاء بغذي كتير، خاصة لما يكون مع البرغل بيعتبر لوحده طبق رئيسي أو وجبة مفيدة لطول اليوم بتشبع. حطينا لها زيت زيتون والبصل والخضرة، وحطينا لها الجوز. يعني كل هيدي الإضافات بتخلي للطعم كبة العدس نكهة كمان أطيب. في ناس بس بتعملها عدس وبرغل، انا حبيت اعملها عدس وبرغل مع تقلية البصل والخضرة، بيعطيها طعم كتير طيب. يعني كمان الاتراك بحطوا لها هيدي الطريقة وهيدي الاضافات، فكله بيرجع لذوقكم انتو، جربوها. مفيدة جدا وطيبة كتير ومميزة بالتقديم كطبق مقبلات جانبي على السفرة.